تخيل معايا القصة ديال اليوم أو ملف اليوم. هو واحد الإنسان قتل 13 شخص، والسبب باش يمنع الزلزال ويحمي البشرية من زلزال مدمر. هاد القصة ديال واحد السفاح أمريكي سميتو هربرت مولين. الغريب ماشي الجرائم ديالو، الغريب هو السبب. حيت هاد الإنسان كان مقتنع بواحد الفكرة، هو أنه الولاية كاليفورنيا غادي يضربها واحد الزلزال مدمر، والطريقة الوحيدة باش يمنع هاد الزلزال هو أنه يضحي بواحد النسبة ديال الناس باش يعتق الناس آخرين، يعني يضحي بعدد قليل باش يعتق عدد كبير. هاد الشخص ما كانش كيشوف راسو مجرم، بل كان كيشوف راسو بطل. هاد الشخص هو هربرت مولين، تزاد عام 1947 في كاليفورنيا. في الصغر ديالو كان طفل عادي عنده صحاب وكيعيش حياة طبيعية، ولكن مع الوقت هاد الشخص ولا كيسمع شي أصوات فالرأس ديالو كتقول ليه أن الطبيعة غادي تغضب وأن زلزال كبير غادي يوقع. ومع الوقت بدا كيقتنع بالفكرة، وأن الحل الوحيد باش يمنع هاد الزلزال هو التضحية البشرية. 1972 وقعت أول جريمة دارها هاد الشخص. شاف واحد الراجل كبير في السن داير أوتوستوب في الطريق، وقف ليه باش يوصلو، ولكن في بلاصة ما يوصلو ضربو بواحد الهراوة حتى مات. هاد الجريمة كانت في البداية فقط. واحد المدة قصيرة دازو بعض الأيام، تصادف مع واحد الراهبة في الطريق وقتلها. هاد الراهبة بالضبط ملي شدوه البوليس وقالوا ليه زعما علاش قتلتيها، قال لهم هادي راه هي اصلا كانت مستعده للتضحيه. من بعد تبع بعده جرائم اللي هي عشوائيه ودمويه، كل مره باش كيديرها وكل مره كيفاش كيديرها، كل مره فين كيديرها. هادشي اللي خلى البوليس صعيب يشدوا هاد الشخص او ان يعرفوا يعني مرتكب الجريمه هو شخص واحد، حيت ما عندوش نفس النمط. ما يقتل بهراوه، ما يقتل بموس، ما يقتل بفادي، مرة راجل كبير، مرة راجل صغير، يعني عشوائية فقط بعشوائية. والكارثة الكبيرة اللي دار في حياته هي واحد النهار وصل لواحد الكوخ وسط الغابة، وداخل داك الكوخ كانت أم وأب وجوج أطفال صغار، وبلا أي سبب حقيقي قتلهم كاملين، وحتى الأطفال قتلهم. ملي سولوه علاش درتي هاد الجريمة، يعني قتلتي 4 الناس وقتلتي معاهم دراري صغار، قال لهم في هذاك الوقت كان الزلزال قريب، يعني كان خاصني ضروري ديك التضحية حيت الزلزال كان قريب يوصل، وكان خاصني نقدم يعني تضحية في أقرب وقت ممكن، وما لقيت غير داك الكوخ فيه دوك 4 الناس قتلتهم. والنهاية كيفاش تشدد الحمق هي حتى هي غريبة بحال البدايات ديالو. واحد النهار في وسط النهار دايز في واحد الحي، بان ليه واحد الراجل كبير في السن كان غادي خدام في الحديقة ديالو وكيقصص في الأعشاب ديالها. بلا أي سبب خرج المسدس وتيرا فيه، وركب في الطونوبيل ديالو وهرب. وهو الحي يعني كان وسط النهار والناس كاينين، داكشي شافوه الناس قيدوا الماطيكيل ديال الطونوبيل ديالو وتشد في سهولة وبلا حتى شي مقاومة. يعني كيدير داكشي بواحد يعني كشي شخص أحمق فقط، حيت هادشي الجرائم ديالو عشوائية بزاف. ونهار المحاكمة ديالو سولو القاضي قال ليه علاش قتلتي هاد الناس كاملين، جاوبو بواحد الجواب وكله ثقة في النفس. قال ليه واش هاد الأيام كاملة واش عشنا شي زلزال مدمر في هاد المدة؟ قال ليه القاضي لا، ما كاين حتى شي زلزال. قال ليه واه هادشي بسبب التضحيات اللي درت أنا، داكشي علاش ما جاكم حتى شي زلزال. وفي المفارقات الغايبة وسخرية القضاء، من بعد نهار من الاعتقال ديالو وقع واحد الزلزال خفيف في المنطقة، ومن داخل السجن هابط يعني قال للسجناء واحد الجملة، قال لهم شتو هاد الطبيعة غضبات حيت وقفوني عن تقديم التضحيات. وكمل حياته ما بين السجن المؤبد وما بين مصحة الأمراض العقلية، حيت السجن في بلاصة ديال الأمراض العقلية. ودائما نبقى مقتنع ديما بأنه هادوك الجرائم اللي دار ماشي جرائم بل تضحيات، وبقى مقتنع بها طول حياته حتى مات في السجن.